السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شلونكم شباب؟ إن شاء الله بخير. اليوم جايب لكم شرح حلول بعض مشاكل الأندرويد. شباب، هاي المشاكل تصير دائما بأغلب جوالات الأندرويد. أول مشكلة عندنا السوق اللي كل ما تدخل عليه يقول لك تم إيقاف العملية، أو يقول لك تم إيقاف التطبيق، أو عندك الشبكة يعني فول تمام يعني هاي، وتدخل عليه ويقول لك حاول اتصال بالإنترنت، أو رجاء تحقق من اتصالك بالإنترنت. شباب، حل هاي المشكلة بس تروح على الضبط، تروح على مدير التطبيقات، تروح على الكل، وتدور على سوق الليل. هياته شباب، هذا السوق الليل نضغط عليه، تدوس عليه ايقاف اجباري مسح البيانات. من سوى هاي النقطتين راح يرجع عندك السوق الليل طبيعي و100%. مو بس السوق الليل شباب، مثلا استوديو اذا تدخل عليه يقول لك تم ايقاف التطبيق، وبس تدوس عليه ايقاف اجباري ومسح البيانات ويرجع عندك السوق الليل طبيعي 100% وكل شي ما بيه يعني. شباب، المشكلة الثانية اذا كان الانترنت عندك كل ما تكنك ينقطع، مثلا كل ما تكنك يبقى شوية هاي الاشارة وشوية وتروح. شباب، حل هاي المشكلة ما عليك بس تحمل هذا التطبيق اللي هو واي فاي فيكسر. راح احط الرابط ماله بالفيديو في الوصف. عفوا شباب، ندخل على التطبيق، بس تدخل عليه راح تطلع لك كيف تاني. هاي تكمل هاي شباب، بس تطلع هاي بس تطلع معناتها كل شي ضبط عندك، يعني النت بعد ما يفصل وصار كل شي تمام وياك، النت لا يفصل لا شي. شباب، المشكلة اللي وراها الشحن. شباب، الشحن مالك اذا يفقد يعني بسرعة، يخلص الشحن يفقد بسرعة يعني. شباب، تدخل على الهاتف، تضغط نجمة شباك 022 8، بس تضغط شباك راح يحولك هاي الصفحة. شباب تضغط هنا وتدوس اوكي. شباب، انا مسويها قبل ما اقدر هسه ادوس، وتدوس اوكي، والتاني على ما يحمل. من نكمل تحميل تطفي الجهاز وتخلي على الشحن على ما يصير 100 ضبط، يلا شيله. شباب، راح تلاحظون الفرق بين قبل وبعد هاي التجربة. شباب، نجي للمشكلة اللي وراها. شباب، اذا كان عندك الشحن بطيء، يعني تحط عجل الشحن وتخليه يصير عندك بطيء، يعني تقريبا اذا تحطه 0 بالساعة صار بيه 30 ساعة كاملة، يعني صار بيه 30. شباب، هاي المشكلة مو من جوالك، هاي المشكلة من الكيبل اللي تستخدمه انت. واكبر برنامج يقيس قوة الكيبلات، يعني قوة الشحن تجي جوالك. هسه خلينا نخلي الجوال على الشحن نشوف شلون يشتغل البرنامج. هاي الشباب، مثل ما تشوفون نقال جاي يشحن، نضغط عليه هسه نطلع البرنامج، تنتظروا عليه كل شي بالعربي بالشباب على ما يقيس نسبة الشحن، يعني القوة الجاي توصل له. ننتظر شوي شباب. هاي جاي يقول لي قوة الشحن جاي توصل ل 220، يعني حاليا هو 220، يعني اعلى شي يوصل له. خلينا ننتظر شوي. وصل لل 400 شباب. وهاي بالنسبة هاي الشحن اللي حاط هنا كيبل ابيض مو الاسود، الاسود اقل. ها شباب، اعلى شي هنا يقول لك اعلى شي 420، يعني من 220 الى 420. راح احط الكيبل الاسود ونشوف الفرق. حطيت الكيبل الاسود شباب، خلينا نشوف الفرق بيناتهم. قلنا ذاك 420، خلينا نشوف هاي ايش قد طاقة قياس.
انتظر شوي على ما يقيس. هذا الكيبل الأسود شباب. والله نشوف أعلى شي شنو. 150، 180، 220، 230، 260. وصل 280 شباب. 300. هاي شباب حده لل300. لل300 ويسكت من 8 لل300. والكابل الأبيض احنا قلنا من لحد 420. يعني الفرق واضح شباب. الكابل الأبيض يشحن أسرع من الكابل الأسود. الشباب يقدرون يتحملون هذا التطبيق. راح أحط الرابط ماله بالوصف أيضا. وهذا الشرح خلصنا شرح اليوم. لا تنسوا اشتراك بالقناة وضغط اللايك. ومع السلامة.